وقرب قرب قرب بوكسر ضد التشويش، البرال اللي هتدخلك الطب، جزمة الطب والهندسة، توكة البنات بتاعة السماعات. الأول على الثانوية العامة بعون الله. اتصدمتم من العناوين؟ لا ما تتصدموش، ده موجود فعلا. مش هتصدقوا بيخبوا السماعات فين. قسما بالله أنا في حالة ذهول، وعارفة ان ناس كتير هتقولي مستغربة ليه وسائل غش كتير ومن زمان، بس بالطريقة اللي وصلنا ليها دي ما شفتش. سماعات غش البرا يا بت، هندخلك الطب بالبرا من غير اي مجهود. يلا يا خايبة مستنية ايه؟ ويولع المراقبين. زي ما دلعنا البنات هندلع الولاد كمان. بوكسر ضد التشويش. ويلا بينا نبدأ الفيديو. يا مساء الأنوار، نورتوني وشرفتوني في قناتي. اللهم صل وسلم وبارك على شفيعنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا على النبي كتير يا جماعة. اللي سمعتوه في بداية الفيديو ده جزء بسيط قوي من اللي بيتم تداوله على التيك توك وعلى باقي وسائل التواصل الاجتماعي. ده مش بس أماكن لبيع السماعات الصغننة قوي اللي قد كده دي والمضادة للتشويش، لا ده كمان الكارثة بيروجوا لجروبات تسريبات لامتحانات الثانوية العامة وتعديل النتائج. احنا كنا فعلا بنسمع ان السماعات دي بتتحط في الودان، وسماعة صغنونة قد كده محدش يقدر يكتشفها، ولكن دلوقتي بيحطوا السماعات في الملابس الداخلية سواء للبنات او للولاد من غير خشة ولا حياء، وبتتعرض عادي كده على مواقع التواصل الاجتماعي. انا ما شفتش جبروت كده بصراحة. في الوقت اللي الدولة بتحاول تحارب الغش بكل الطرق، ومع اقتراب ماراثون الثانوية العامة بيظهر سلاح جديد اخطر بكتير. سماعات صغيرة جدا بتتباع بكل جرأة على مواقع التواصل الاجتماعي. سماعات ما شاء الله بتخلي الطالب يدخل اللجنة وكأنه لوحده، ولكن في الحقيقة هو معاه غرفة عمليات كاملة بره. احنا للأسف قدام ظاهرة خطيرة جدا ممكن تضيع مجهود سنين وتضرب التعليم في مقتل. طب معلش، انهي تفتيش ينفع مع السماعات دي؟ مدفونة جوه الملابس الداخلية بإتقان، حتى التفتيش الذاتي مش هينفع. دول يعني يفتشوا، يعني لما يجي يفتشوا بضمير. وفعلا البنات بتتأذي ونفسيتها بتتعب من التفتيش ده، بس مش هيوصلوا لحاجة ومحدش هيكتشفها. دي علشان يكتشفوها لازم العيال دي تقلع ملط. للأسف سماعات بلوتوز متطورة وما بقتش بتتحط في ودن الطالب ولا الطالبة بس، لا دي بقت في حاجات تانية كتير، ووصلت للملابس الداخلية والتوك وغيره. يعني ما شاء الله وسائل غش بتوصل لمرحلة غير متوقعة، وبتتروج ليها علنا كده على السوشيال ميديا، وطلاب فعلا بيشتروها على انها طوق النجاة ليهم قبل الامتحانات. ده مش بس غش، دي بقت شبكة احترافية كاملة. وللأسف اللي بيحصل دلوقتي في الثانوية العامة صادم لدرجة صعب تتخيلها. احنا قدام جيل بيندفع انه يغش. الموضوع كبير اكبر من امتحانات وغيره. عايزة أقول مستقبل مصر كله في خطر. بلاغ لوزارة الداخلية المصرية، نداء واستغاثة إنهم يلحقوا الكارثة دي. يا ريت كل اللي يشوف الفيديو يشير ويعمل بلاغ لوزارة الداخلية. نبطل سلبية بقى يا جماعة علشان خاطر أولادنا، مش كل واحد يقول وأنا مالي. كل ده في الآخر هيتراكم على دماغنا احنا. وللأسف مجهود العيال الشاطرة اللي مكفية على الكتاب وعايزة تبقى حاجة، ومجهود الأهالي اللي بتشقى وشغالين زي لا مؤاخذة كده الطور في الساقية علشان يوفروا لعيالهم تمن الكتب والحصص والدروس ما يروحش في الأرض. كنا مستغربين إن دفعة بحالها في أولى طب سقطت. لا ما تستغربوش، لان الفشلة دول اللي نجحوا بسماعة من دي مش هيقدروا يغشوا في امتحان زي الاناتومي او الهيستولوجي او يسدوا في امتحانات العمل. للاسف دول اللي هيطلع منهم المهندس اللي هيبني عمارة تقع على نافوخ الناس، والدكتور اللي هيشيل الكبد بدل الزايدة، والمدرس اللي هينصب الفاعل ويرفع المفعول به. كارثة والله العظيم، كارثة كبيرة. وللمرة المليون بنناشد وزارة الداخلية، بما ان صفحتها الرسمية اعلنت من يومين عن القبض على بعض تجار السماعات دي، انهم يكملوا حملاتهم ويجيبوا الباقي. حرام بجد مجهود اللي ذاكر وتعب يتساوى مع مجهود الصايع والفاشل واللي مش في دماغه اصلا. بجد الأجيال مش ناقصة هدم وإحساس بالقهر وإن تعبهم ومجهودهم بيضيع. وعايزة كمان أناشد وزير التربية والتعليم إنه يغير نظام الامتحانات اللي هو البابل شيت وترجع الأسئلة المقالية، وإنه كمان ينسق مع وزارة الداخلية علشان يلاقوا حل يكشفوا بيه السماعات دي وحظر استيرادها. أصلا دي لوحدها قضية أمن دولة. عايزين نعرف مين اللي بيستورد السماعات دي أصلا وبتدخل البلد إزاي.
ده مخطط، قسما بالله ده مخطط مصر اللي طول عمرها رائدة في كل العلوم، هيطلع منها أطباء ومهندسين فشلة ناجحين بالسماعات دي. وطبعا الترند ده كان ليه ردود أفعال كبيرة بين الناس، وشايفين إن مستقبل أولادهم في خطر ولازم الدولة تتحرك. وشايفين كمان موضوع تظبيط اللجان باللي بيحصل كل سنة لناس معينة ده كارثة، ولازم يبقى فيه حل. واللي مش قد التعليم ما يتعلمش، يا رب حد يتحرك قبل الامتحانات. الناس طبعا خايفة على أولادهم وعلى مستقبلهم وعلى تعبهم طول السنة وعلى مجهودهم اللي هيروح في الأرض. وفي نفس الوقت حذرت الجهات المسؤولة بشكل واضح من استخدام الوسائل دي، وأكدت إن أي طالب هيتم ضبطه هيواجه عقوبات صارمة ممكن توصل لحرمانه من الامتحان. مش لما يتم ضبطه الأول؟ انتم شايفين حجم السماعة عامل ازاي ومحطوط فين؟ ده احنا محتاجين جهاز كشف الألغام والمفرقعات عشان نوصل للسماعات دي. تمام. واللي عايزة اقوله ان الموضوع ده لو ما اتخدش على محمل الجد والمهزلة دي وقفت، الطالب المجتهد هيتظلم ومبدأ تكافؤ الفرص هيضيع والشهادة هتفقد قيمتها والمجتمع كله هيتأثر على المدى البعيد. والسؤال ليكم انتوا بقى، هل النجاح اللي بيجي بالغش يستاهل، ولا ممكن لحظة ضعف تضيع مستقبل كامل؟ وهل الظاهرة دي ممكن تتوقف، ولا احنا داخلين على الكارثة ومين السبب فيها؟ مستنيه اعرف رايكم في الكومنتات ضروري. وكده خلاص خلص الترند بتاعنا النهارده، ويلا بينا على فزوره الفيديو. بس قبل ما اقول الفزوره اللي انتوا اصلا مش بتحلوها وانا زعلانه جدا، ما تنسوش اللايك اللي بيرفع الفيديو، وما تنسوش كمان اللي لسه ما اشتركش في القناه ينزل ويشترك بسرعه ويدوس على علامه الكل علشان يوصله كل فيديو جديد بنزله. يلا بينا. اسم شهر لو حذفته اوله هيتحول لفاكهة، بس سهل اهو. انا عارفة ان محدش هيعرف ولا حد هيفكر اصلا. بجد انا زعلانة قوي. ما تنسوش اللايك قوي اللي بيرفع الفيديو. باي باي.